يعني لازم نتعذب علشان نحس بقيمة الحاجة؟ آه، بس مش أي عذاب، ده اللي دينا فهمته لما دخلت في أكبر دوامة شغل مرّيت بيها. بداية القصة، الأسبوع ده كان ضغط فوق العادي، المدير عايز تقارير، العملاء مش راضيين، ودينا حاسة إنها بتتسحب كل يوم وبتقع شوية بشوية. في البريك أميرة شافتها ساكتة على غير العادة، سألتها: في إيه يا دينا؟ شكلك منهار المرة دي بجد. دينا بصوت تعبان: أنا مش قادرة، تعبانة ومفيش حاجة بتتغير، كل يوم زي اللي قبله ومفيش مكافأة حقيقية على التعب ده. أميرة فضلت ساكتة لحظة وقالت بهدوء: الكاتب في فن اللامبالاة بيقولك المعاناة جزء من الحياة، المهم مش إنك تتخلص منها، المهم تختار الألم اللي يستاهل إنك تمر بيه. دينا بتستغرب: يعني إيه؟ هو في معاناة حلوة؟ أميرة: أيوه، لما تكوني بتتألمي علشان هدف فعلا يستاهل، زي أم بتسهر على ابنها، أو شاب بيتعب في شغله علشان يبني مستقبله. التعب هنا ليه معنى، وعلشان كده بنقدر نستحمله. دينا بدأت تفهم إن التعب اللي بتعيشه مش هو المشكلة، لكن المشكلة كانت إنها مش شايفة هو بيوديها على فين. دينا يعني بدل ما اشتكي من الوجع أسأل نفسي هو ليه وجايبني لغاية فين. أميرة بابتسامة: بالظبط كده، مش كل تعب وحش، بس لازم تختاري التعب اللي بيخدمك مش اللي بيستهلكك. دينا رجعت مكتبها وهي تعبانة زي ما هي، بس المرة دي كان في معنى ورا التعب. وانت كمان يا صاحبي الجميل فكر كده، ايه الحاجة اللي بتتعب فيها ويا ترى بتستاهل فعلا؟ شاركني في الكومنتات وقولي ايه الألم اللي قررت تتحمله علشان هدف كبير جواك. ويلا بينا يا صاحبي الجميل، استناني في الحلقة الجاية لما نكتشف سوا إن كل حاجة بتحصل حوالينا إحنا المسؤولين عن رد فعلنا تجاهها.